السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفيديو بتاع النهارده الميك اب اللي انا جايباه في الجواز بتاعي. طبعا في بنات كتير قوي مستنيه الفيديو ده، خصوصا ان انا كنت اتكلمت عن الميك اب بالورقه والقلم للعرايس، البنات اللي كانت عايزه تنزل تشتري، وقلت لكم ايه الحاجات اللي انتوا هتشتروها. فطبعا في بنات كتير كانت عايزه تعرف بقى ايه الماركات اللي انا اشتريتها وايه الحاجات اللي انا بجد اشتريتها يعني. فانا هقسم الفيديو معاكم على اكتر، يعني على جزء او جزئين، علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وعلشان كمان لو عايزه اتكلم معاكم على حاجه معينه عجبتني او ما عجبتنيش. طيب هتكلم معاكم ازاي والحاجه دي المفروض ان انا جايباها في جوازي وما جربتهاش؟ لا، الحاجه دي انا جربتها. انا بصراحه من الناس اللي ما بتعرفش تجيب حاجه بالذات في الميك اب وما تجربهاش. عفوا. بس يا بنات، فانا طبعا جربتها مره واتنين، ويعني ممكن اقول لكم رايي مبدئي كده. الحاجه حلوه، طب خامتها عجبتني، سعرها عامل ازاي. فانا هتكلم معاكم في كل الحاجات دي عشان عارفه ان في بنات هتنزل تشتري الميك اب بتاعها. فالحاجات اللي ما عجبتنيش اقول لك لا، ابعدي عنها وما تجيبيهاش خالص. الحاجه اللي عجبتني اقول لك لو لقيتيها هاتيها، ما تتردديش. فاول حاجه هبتدي بيها معاكم هي الباليت دي، باليت اي شادو من نيكد. هي بيبقى فيها الوان ترابيه كده زي ما انتم شايفين، وبيجي معاها الفرشه دي. الفرشه دي احلى ما في الباليت. الباليت حلوه والوانها حلوه. عجبني فيها الوانها، خصوصا ان انا كنت عايزه اشتري باليت تكون الالوان بتاعتها مط مش شمري. بس يا بنات اللي ما عجبنيش البيجمنت بتاعها مش قوي. فانتي لو لقيتي الباليت دي ما تجيبيهاش. طبعا الباليت دي مش اوريجينال، هي المفروض ان انا اشتريتها على انها سيم اوريجينال. بس البيجمنت بتاعتها بصوا يا بنات كده مش حلوه خالص. بس انا عرفت ان انا اتعامل معاها وان انا اقوي البيجمنت بتاعها ازاي وانا شغاله بيها. هي لحد ما كويسه، بس في حاجه طبعا. هي كان سعرها عامل 130، فانا بصراحه بالنسبه للبيجمنت اللي انا شفته ده كتير جدا عليها 130 جنيه. فانتي لو شفتيها ولقيتيها بنفس السعر ده ما تجيبيهاش. انا كنت جايباها من الموسكي، مع اني اشتريت كذا حاجه من الموسكي بصراحه وعجبتني جدا وجودتها عجبتني جدا. بس دي ما عجبتنيش بقى خالص. بس زي ما قلت لكم خلاص، طالما انا اشتريتها مش هشيل نفسي منها، هي خلاص كده جت. فانا هستخدمها عادي ومفيش اي مشكله. كده كده انا فوق العيون يعني مش بحب اعمل شغل جامد قوي، بالذات ان انا مش بخرج بميك اب اصلا. معظم الميك اب هيبقى في البيت، حتى لو خرجت هتبقى حاجات بسيطه، ودي الالوان اللي هتبقى مناسبه معايا. بس كده هو ده اللي اقدر اقوله لكم على البلد دي. هو شكلها حلو، عجبني الكفر بتاعها جدا، بس للاسف زي ما قلت لكم العيب الوحيد اللي فيها البيجمنت بتاعها مش عالي. وهي كلها الوانها مط. بس الفرشه بتاعتها عجبتني جدا، يمكن من هي دي الميزه بتاعتها، هي والكفر بتاع الباليت. جبت كمان الباليت دي من NYX. دي باليت اي شادو حلوه جدا يا بنات، من الحاجات فعلا اللي عجبتني جدا. واحلى حاجه فيها ان هي فيها اكتر من لون اي شادو، جمعالك درجات كتير، والاتنين دول هايلايت حلوين جدا. يعني شامله هايلايت وشامله كمان بلاشر. فيها اللون اللي هو الخوخي او الاورنج ده، فيه اللي هو البني ده ينفع كونتور على فكره. هو مش عارفه مش واضح، بس هو لونه بني او مدي على بني. بس انا هستخدمه عادي كبلاشر. وبرده اللون ده حلو زي ما انتم شايفين، باين ان انا مستخدماها، بس انا مجرباها مش مستخدماها. يعني مش استخدمتها استخدام يعني، لا انا جربتها بس عشان اشوف البيجمنت بتاع الحاجه واشوف هي عامله ازاي. بس هي عجبتني. ودي برضو كانت سيم اوريجينال، ودي كانت سعرها عامل 150 جنيه. عجبتني موت. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، وقلتها لكم قبل كده، بالنسبه للحاجات اللي انت هتجيبيها للعنايه التجميليه، اللوازم يعني بتاعه البشره والشعر والكلام ده، لازم تبصي على مده الصلاحيه كويس جدا. فانا طبعا بصيت على مده الصلاحيه دي. الاكسباير بتاعتها المفروض ان هي تنتهي
مش عارفه والله يا بنات هتنتهي امتى، يعني هي مكتوب على الظهر بقى بتاع العلبه، بس هي كانت لسه قدامها، لان انا بصيت على الحاجات دي من وانا هناك اساسا، عشان لو كنت لقيتها مش مدة صلاحيتها مش عجبتني فانا ما كنتش هجيبها اساسا. انا مش عارفه، بس هو عشان الكلام كتير الواحد انا مش عايزه اضيع وقتكم. المهم جبت كمان البالت دي من كيس بيوتي. معلش يا بنات انا معلش عندي شرقه كده. البالت دي حلوه جدا، في منها الكبيره وفي منها الصغيره دي، فانا اشتريت الصغيره دي كان سعرها عامل 60 جنيه برضو. دي الاوريجينال بتاعت كيس بيوتي، كيس بيوتي ملهاش تقريبا تقليد، هي اصلا ماركه اسعارها جميله ومعظم حاجاتها على فكره جودتها حلوه جدا. حاجاتها برضو انا دول يعني شايفين انا مجرباهم عشان اشوف البيجمنت بتاعتها. بس عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه للبنات المبتدئه او اللي ما جربتش تحط كونتور قبل كده وعايزه تجيبه على الجواز زي كده، ما انصحكيش ان انت تجيبي ابدا كونتور كريمي، هيكون صعب جدا في الدمج، مش هيبقى حلو خالص ومش هتعرفي تظبطيه تماما. هاتي البودر لو انت عايزه يعني تحددي وشك او تعملي كونتور للوجه، هاتي بودر هيبقى احسن لك بكتير بكتير. انا لو عرفت اجيب بودر والدنيا ساعدتني تمام، لو ما عرفتش خلاص مش مهم عندي خالص. ممكن اجيب يعني بالت صغيره او علبه صغيره لون واحد لون بني، هعرف اظبط بيها الدنيا. الاكتر حاجه عجبتني في البالت دي مش اللون بتاع الكونتور، الالوان بتاعه الكونسيلر دي واللون الاورنج ده اللي بيكنسل الهالات تحت العين، وهم يا بنات فعلا بيضيع الهالات اللي تحت العين، بيخفيها يعني اقصد. والالوان الكونسيلر دي برضو عجبتني جدا واللون ده، بس كان العين بتاعه الكونتور دي بصراحه ما عرفتش ان انا ادمجه كويس، بس انا مع التعود باذن الله يعني هحاول ان انا اعرف اظبطه. بس زي ما قلت لك لو انت مش بتعرفي او ما حطيتيش قبل كده كونتور، انصحك ان انت ما تجيبيش الكريمي، هاتي البودر. وفي بالت زي دي بودر من NYX حلوه جدا، واحلى حاجه ان هي فيها كونتور وفيها بودر وفيها هايلايت، فيها اكتر من حاجه زي دي بالظبط نفس الشكل، بس هي كونتور مش بلاشر. جبت كمان البودر دي بودر اللي هثبت بيها الفونديشن من ميبلين، برضو عجبتني جدا، من الحاجات الحلوة اللي انا جبتها وعجبتني. هي بس ممكن تكون خفيفة شوية، يعني لازم بصوا اضغط جامد علشان اهي، يعني اضغط يعني جامد، مش اللي هي مجرد ملمسها. بس عايزه اقول لكم اللي احلى منها اماندا بصراحه، وهم ناعمه جدا جدا جدا، وممكن تحطيها حتى من غير فونديشن. دي برضو عجبتني لحد ما، هي زي ما انتوا شايفين كده ناحيتين، هما الاتنين درجتين غامقين، يعني يعتبر مش فاتحه، انا مش عارفه الاضاءه مبيناها ازاي بس هي مش فاتحه، واللي تحت اغمق كمان، واللي ورا دي بتبقى السبونشه. عجبتني جدا يا بنات، وكان سعرها عامل حوالي 85 جنيه. سعرها ما كانش غالي على ان هي 2 بودر في بعض والميبلين. دي كنت جايباها من محل جنبي هنا، المحلات اللي انا بجيب منها عامه يا اما المسكي يا اما من شارع 10 من جنبي هنا. احنا في شارع 10 ده شارع في مكان اسمه عند اسم الحدايق، ده مكان يعني منطقه اسمها اسم الحدايق، والمنطقه دي في حدائق القبه في القاهره تمام. والناس اللي بتتابعني من محافظات طبعا اكيد عارفين القاهره، واكيد عارفين في اماكن هناك يعني معروفه زي حدائق القبه دي اللي فيها القصر الجمهوري. المهم جبت كمان اللون ده لسه جايباه النهارده، ده المفروض ان هو هايلايت لون واحد الابيض، انا زي ما قلت لكم ده جاي معاه الجولد واللون اللي جاي على بينك ده، بس الابيض ما كنتش لاقياه، فانا اشتريت منه لون واحد ده من كيس بيوتي، وكان عامل 10 جنيه. عجبني جدا والبيجمنت بتاعه حلو قوي، يعني البيجمنت بتاعه عجبني بصراحة، فاشتريته من كيس بيوتي. واشتريت كمان ده مضيء كريمي، هو مش ماركة مش ماركة يعني، هو هايلايت، وانا ما دققتش قوي لان الهايلايت ده انا بحط كده على خفيف او حاجه عند مجمع العين فمش بتبقى باينه. ده برضو لون المفروض ان هو ابيض، بس هو معرفش واضح عندكم ولا لا،
اهو يا بنات برضو عجبني موت. ده كان سعره عامل 20 جنيه من اكس اكس ال، بس زي ما قلت لكم هي مش ماركه يعني، فانا ما دققتش قوي في حته ان عشان انا مش لاقيه اساسا حاجه ماركه يكون فيها هايلايت. الماركات الهايلايت لازم يكون 3 الوان مع بعض او لونين مع بعض، وانا مش عايزه غير اللون الابيض. هو ده اللي كان اللي انا بفتح فيه تحت بيه تحت الحاجب، وبحط مدمع العين، بحطه على عظمه الخد، بيبقى حلو جدا. ده شكلهم اهم. معلش انا ايدي اتبهدلت. كمان جبت البلاشر ده من ماركة كده اسمها موند بيوتي. طبعا هو هتلاقوه يعني ده طالع جديد، فانتوا هتلاقوه كتير في اي محل بتاع ادوات تجميل. جبت الدرجة دي والدرجة دي، هو فيه اكتر من يعني بيحطلك مثلا ممكن بني وروز، ممكن درجتين مقربين زي دول، في اكتر من حاجة. انا اخترت دول وقلت مع البالت دي هيبقى تمام جدا. انا كده عندي بلاشر، مش هشتري بلاشر تاني ومش هجيب تاني غير لما دول يخلصوا علشان مدة الصلاحية. انا كنت وريتكم دي قبل كده، بس حبيت ان انا اطلعها عشان ابقى حاطه كل الميك اب بتاعي وابقى عارفه بالظبط انا عندي ايه. دي كانت من شيري مون، حلوه جدا يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده هي فيها زي لمعه بسيطه خالص، واحلى حاجه فيها شايفين الابيض ده ممكن استخدمه لوحده اهو، ممكن استخدمه لوحده. فهي حلوه جدا وعجبتني برضو، وهستخدمها. انا زي ما قلت لكم انا كنت جايباها في شهر 11 ال11 اللي فات ده، فانا كتبت دي الدرجه 104، ودي الدرجه دي درجه 2 اهي من ميبلين. تمام. اشتريت كمان الكوريكتور ده من سي سي، ما عجبنيش خالص يا بنات، يعني انا منصحش بصراحه اي بنت، هو منتشر جدا، وده اللي هو المفروض انه كونسيلر بيتحط تحت العين عشان يكنسل الهالات. ما عجبنيش بالمره، التغطيه بتاعته وحشه جدا، مش عارفه ليه ما حبيتهوش، مش عارفه. بصي هو ما ينفعش توزعيه خالص بالسبونشه، لان هتلاقي السبونشه سحبت كل الكوريكتور ده وما بقاش فيه اي حاجه. ممكن توزعيه بايدك ممكن يتظبط، هتحطيه وبعد كده تحطي الفونديشن، لكن هتحطي الفونديشن وبعد كده تحطيه لا ما ظبطش معايا في الحته دي. لما حطيته تحت وحطيت فوقيه الفونديشن ظبط معايا. جبت كمان الفونديشن ده من سيفورا، حلو جدا يا بنات. ده يعني انا المفروض ان انا جايباه اوريجينال، كان سعره عامل تقريبا 100 وحاجه، 160 170 يعني، هو في الحدود دي. مش عارفه بقى ده الاوريجينال او السيم اوريجينال، بس هو يعني حاجه نظيفه وكريمي جدا وبيرطب البشره ومناسب للبشره المختلطه. ودرجتي فيه 2 او 20 اهي. تمام. هو ما عجبنيش فيه بس ريحته، يعني انا عايزه اوريكم بس كده الدرجه بتاعتي فيه عامله ازاي. انا كنت جايبه، هو غامق على فكره، هو يبان فتح بس هو غامق. بصوا يا بنات هو يعني درجتي بالظبط اهو، بحطه على البشره يعني بيخفي لي كل حاجه. عايزه اقول لكم ان كريم الاساس في بنات كتير عندها اعتقاد ان هو لازم يفتحني. كريم الاساس خالص مش للتفتيح، كريم الاساس عشان يخفي عيوب البشره. فانتي بتجيبيه يا درجتك يا اغمق منك درجه، وممكن تجيبيه افتح منك درجه، مع اني مش بحب كده، بس ممكن عادي تجيبيه افتح منك درجه مفيش اي مشاكل. بس تجيبيه افتح منك درجتين 3 4 زي ما بشوف البنات بتعمل، انا منصحكيش بكده خالص. جبت كمان الكونسيلر ده من ميبلين، عجبني جدا، بس للاسف انا زي ما قلت لكم انا استخدمت كل حاجه علشان اشوفها. انا كنت يعني عايزه اخلعه عشان اشوفه من جوه، ما وسخش دي او دي ما تتعرضش، بس لقيته بقى طلع منها. وبرده هجربه لكم اهو فوق الفونديشن اللي انا حطاه. يعني بصوا انا اصلا يعني ما لفتهاش قدامكم، انا مسافه ما عملت كده لقيتها نزلت اهي. تمام اهو
حلو جدا، وبي يعني حاجه منه حاجه صغيره منه طبعا وعايز يتوزع على مساحه اكبر لان انا حاطه كتير. لو وزعته اهو هو حلو. وبرضه انا جايباه غامق، يعني انا جايبه كل حاجه لون درجتي لان انا ما بحبش الحاجه تبقى شكلها ملفت او اوفر فيا. انا بحب الحاجه تبقى هاديه خالص، يا دوبك بس لو انا عندي هالات اخفيها، لو انا عندي بقع في اماكن معينه يا تتدارى بس لا اكتر ولا اقل. لكن ما بحبش احط الحاجه تبقى ملفته جدا فيا. هو ده كان الفيديو يا بنات، معلش اذا كنت طولت عليكم. انا ما رضيتش ان انا احط لكم كل الحاجه علشان انا عارفه ان انا هقعد اجرب واقول لكم رايي في كل حاجه، فما حبيتش، يعني حبيت ان انا اقسمه لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان انتم تكونوا استفدتوا. ولو عندكم اي سؤال او اي حاجه او اي استفسار هتلاقوا تحت هحاول ان انا احط الاسعار، عشان عارفه ان معظم الاسئله هتبقى على الاسعار. ولو انت عندك اي سؤال سيبهولي تحت في التعليقات وقولوا لي رايكم في الفيديو تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس. وكمان يا ريت تشيري الفيديو لاي عروسه لسه بتجهز، عرفيها الحاجات اللي هي ممكن تجيبها. وبس كده يا بنات، هتوحشوني جدا. من هنا الفيديو الجاي اشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه يا حبايب قلبي.